قرابة 3000 مقاتل من الحشد الشعبي يصلون إلى قاعدة عسكرية قرب الرمادي في محاولة لاستعادة المدينة من تنظيم الدولة. ووزير الدفاع الإيراني في بغداد لبحث التطورات مع حكومة العبادي. التحالف بقيادة السعودية يستأنف غاراته في اليمن إثر انتهاء الهدنة الإنسانية، وإيران ترسل بارجتين حربيتين لمرافقة سفينة الشحن التي تريد إدخالها إلى ميناء عدن دون تفتيش. والحوثيون يقولون إنهم سلموا رفات الطيار المغربي الذي قضى في تحطم طائرته في اليمن إلى الصليب الأحمر. أهلا بكم. وصل رتل من 3000 مقاتل من الحشد الشعبي إلى قاعدة عسكرية قرب الرمادي لدعم القوات العراقية بهدف استعادة مدينة الرمادي من مقاتلي تنظيم الدولة. في هذه الأثناء وصل وزير الدفاع الإيراني إلى العاصمة بغداد لبحث التطورات الميدانية الأخيرة مع حكومة حيدر العبادي. المزيد في التقرير التالي. علم تنظيم الدولة الإسلامية يرفرف في شوارع مدينة الرمادي، ونحو 25 ألف عراقي من سكان المدينة فروا منها بعد أن بسط التنظيم سيطرته عليها. سقوط الرمادي اعتبرته واشنطن انتكاسة لقوات الأمن العراقية، واستعادة المدينة يتطلب جهدا كبيرا. من اليوم سنساند قوات الأمن العراقية والحكومة العراقية من خلال القيام بضربات جوية ودعم القوات العراقية. طائرتنا بصدد تحديد مواقع تنظيم الدولة الإسلامية، وسنواصل مهمتنا لاستعادة الرمادي. استعادة الرمادي من قبضة التنظيم كان من بين مواضيع اللقاء الذي جمع وزير الدفاع الإيراني دهقان العبادي ووزيري الدفاع والداخلية العراقيين خالد العبيدي ومحمد سالم الغبان، حيث أكد العبادي أن إيران مستعدة لتوفير المزيد من الدعم للعراق. الحكومة العراقية وفي محاولة منها تحرير الرمادي طالبت من قوات الحشد الشعبي بأمر من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التوجه إلى المدينة لشن هجوم مضاد، أمر التزم به مقاتلو الحشد الشعبي، حيث توجه قرابة 3000 مقاتل شيعي إلى قاعدة عسكرية قرب الرمادي استعدادا لمواجهة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية. استأنف التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية عملياته العسكرية في اليمن بعد انتهاء الهدنة الإنسانية التي استمرت 5 أيام ولم يتم تمديدها على الرغم من مناشدات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بهدف السماح بتوزيع مواد الإغاثة في كامل أرجاء البلاد. شنت طائرات التحالف العربي عدة غارات على مواقع للمتمردين الحوثيين في مدينة عدن الجنوبية حسب ما أفادت مصادر عسكرية وشهود، وذلك بعد انتهاء الهدنة بساعة واحدة، أي حوالي منتصف ليل الأحد الاثنين بتوقيت اليمن. استهدفت إحدى الغارات مبنى القصر الجمهوري، فيما استهدفت أخرى موقعا لقوات الأمن الخاصة الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح المتحالف مع الحوثيين. مواجهات على الأرض استمرت بين الحوثيين وخصومهم في عدن وتعز حسب سكان المدينة، فيما يسود الهدوء في صنعاء في اليوم التالي لانعقاد مؤتمر الرياض تحت شعار إنقاذ اليمن، الذي تشارك فيه أطراف يمنية بغياب الحوثيين وبحضور المبعوث الدولي الجديد لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي دعا لدى افتتاح المؤتمر إلى تمديد الهدنة الإنسانية 5 أيام. وزير الخارجية اليمني رياض ياسين قال إن التحالف قرر عدم تمديد الهدنة لأن الحوثيين انتهكوها مرارا. انزلق الوطن كله إلى منزلق خطر جدا وهو الحرب الأهلية، نأمل ألا يستمر، وأعتقد أننا جميعا كرسميين والشعب اليمني أيضا ينظر إلى هذا المؤتمر بجدية في الحقيقة وبأمل كبير ليخرجوا وينتشلوا من هذا الوضع. أنصار الحوثي كرروا رفضهم لما أسموه العدوان السعودي على اليمن، ونظم ما يعرف بتكتل الأحزاب السياسية اليمنية المناهضة للعدوان مؤتمرا صحفيا أعلن فيه موقفه الرافض لمؤتمر الحوار المقام في الرياض. يقال عننا أننا أصحاب 60 مليون قطعة سلاح، فلنستغل 60 مليون قطعة سلاح ونذهب لاسترداد أراضينا التاريخية المغتصبة نجران وجيزان وعسير. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دعا الاثنين الأمم المتحدة للاطلاع بدور أكثر فعالية في اليمن، ويشمل ذلك نشر طواقمها على الأرض للتأكد من توزيع مساعدات الإغاثة.
حصل مراسل فرانس 24 في اليمن عدنان الصنوي على وثائق تثبت تسليم رفات الطيار المغربي المفقود في اليمن إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد وساطة من سلطنة عمان وبالتنسيق مع السلطات المغربية واللجنة الأمنية العليا في اليمن بحسب ما أفاد بيان لوزارة الخارجية لسلطنة عمان. وجاء في البيان نفسه أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحوثيين أن يتم تسليم جثمان الطيار المغربي للجنة الدولية للصليب الأحمر التي ستقوم بنقله إلى جيبوتي لإجراء التأكد الطبي تمهيدا لنقله إلى المملكة المغربية. والغموض يبقى سيد الموقف بشأن مصير 172 تونسيا محتجزين لدى فجر ليبيا وسط تضارب في الأنباء والتصريحات بين ما قالته وزارة الخارجية التونسية أمس بأنها تسعى للتفاوض من أجل إطلاق سراح الرعايا التونسيين، وما صرح به القنصل التونسي في طرابلس بأن الإفراج عن التونسيين سيتم خلال ساعات في ظل التقدم الملحوظ في المفاوضات. لم تتأخر الحكومة التونسية في التحرك الدبلوماسي بعيد احتجاز قوات فجر ليبيا التي تسيطر على العاصمة طرابلس ل 172 من الرعايا التونسيين المقيمين في العاصمة الليبية. احتجاز ووفقا لوزارة الخارجية التونسية جاء ردا على توقيف أحد القادة الميدانيين لفجر ليبيا في تونس ويدعى وليد الكليبي. الرئيس التونسي أجرى على الفور اتصالات على أعلى المستويات مع السلطات الليبية متعهداً بحل قضية الموقوفين في أسرع وقت ممكن. وزارة الخارجية التونسية لم تتحدث عن أي مطالب مقابل الإفراج عن الرهائن. لم تصلنا مطالب معينة من الجهات الرسمية. نحن نريد أن نقول أن هناك مواطن وقع إيقافه وهو مورط أو معناها معني بموضوع قصد حق عام. هذا الموضوع العدالة ستقول فيه كلمتها في نطاق اختصاصها كعدالة مستقلة في تونس، لكن الموضوع نتاع التونسيين موضوع آخر. قالوا يبدو أنه يحمل الأمنية للتثبت في بعض الأوراق الرسمية وأوراق الإقامة وكذا، فنحن نقول يعني ماذا بينا يقع الإفراج عليهم، على أساس أنه اللي عنده أوراق ربما مش كاملة يكملها ويسوي وضعيته، ولكن نرى أن موضوعين منفصلين لا علاقة لهذا بذاك. عملية الاحتجاز هذه تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توتراً في الآونة الأخيرة، بعد أن أغلقت تونس المعابر البرية عدة مرات قبل أن يعاد فتحها، كما أغلقت أجواءها أمام الطائرات الليبية، ما أثار غضب السلطات في طرابلس. وفي سياق متصل، قامت السلطات الحاكمة في العاصمة الليبية طرابلس يوم الاثنين بترحيل 191 مصريا قالت إنه ليس بحوزتهم إذن للعمل في ليبيا إلى الحدود التونسية على أن يتولى مسألة نقلهم إلى بلدهم مصر ممثلون عن السفارة المصرية في تونس. المزيد في التقرير التالي. هذه الصور لمصريين ينتظرون اقتيادهم إلى الحدود التونسية الليبية وتحديدا معبر راس جدير من أجل ترحيلهم فيما بعد إلى مصر، وذلك بعد اعتقالهم من قبل وزارة الداخلية في الحكومة غير المعترف بها دوليا بسبب عدم امتلاكهم لإذن عمل على الأراضي الليبية ودخول بعضهم البلاد بطريقة غير شرعية. يقوم مركز مصراتة بترحيل عدد 192 من العمالة المصرية الداخلية للأراضي الليبية بطريقة غير قانونية. سوف تتم اليوم عملية ترحيلهم عبر منفذ راس جدير بالتنسيق مع السفارة المصرية في تونس. أغلب هؤلاء الأشخاص تم توقيفهم لمدة تتراوح بين شهر وعدة أشهر في مركز توقيف في مدينة مصراتة، لتقوم السلطات في طرابلس فيما بعد بمحادثات مع السفارة المصرية في تونس من أجل التنسيق والنظر في كيفية تسليم هؤلاء المصريين. وكان عشرات الآلاف من المصريين يعملون في ليبيا، إلا أن الانفلات الأمني الذي تعرفه البلاد دفع ما يزيد عن 45 ألف مصري إلى الفرار والعودة إلى بلدهم، خصوصا بعد إعدام 21 رهينة من المصريين الأقباط في شباط فبراير الماضي على يد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين إطلاق عملية بحرية لا سابق لها الهدف منها محاربة المهربين الذين يتسببون بمقتل مئات المهاجرين الساعين للهجرة إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.
هدفنا الأول هو اتخاذ قرارات من شأنها أن تحدد آلية عمليات الاتحاد الأوروبي لتفكيك شبكات المهربين الإجرامية في البحر الأبيض المتوسط، ونأمل أن نأخذ هذه القرارات اليوم حتى نتمكن من المضي قدما في خطتنا، وذلك في محاولة لإطلاق هذه العمليات في الأيام المقبلة. رغم تحذيرات الحكومة البوروندية، نظم المعارضون للرئيس بيير نكورونزيزا مظاهرات جديدة احتجاجا على نيته الترشح لفترة رئاسية ثالثة. وبعد موجة من الاعتقالات في صفوف الانقلابيين، أعلن الرئيس نكورونزيزا إقالة وزيري الدفاع والخارجية، هذا فيما الأزمة تتفاقم وعدد اللاجئين إلى البلدان المجاورة يزداد يوما بعد يوم. بعد محاولة انقلاب فاشلة، تجمع الآلاف من السكان في عدة أجزاء من العاصمة بوجمبورا قبل أن تفرقهم عناصر الجيش بإطلاق النار في الهواء. سنستمر في الاحتجاج، أعداد المتظاهرين كبيرة في الشوارع، سنبقى في الشارع حتى لو أطلقوا النار علينا. المظاهرة ستستمر حتى يعلن الرئيس نكورونزيزا عدم ترشحه لولاية ثالثة. نريد السلام في بوروندي وتعبنا من الحرب. عودة المتظاهرين إلى شوارع بوجمبورا تأتي غداة ظهور الرئيس نكورونزيزا أمام الجمهور للمرة الأولى منذ محاولة الإطاحة به الفاشلة أثناء وجوده في تنزانيا لمناقشة الأزمة السياسية التي اندلعت في بلاده نهاية الشهر الماضي. بعد القبض على جنرالات متورطين في محاولة الانقلاب وإحالتهم إلى المحكمة العليا السبت، أقال الرئيس البوروندي الاثنين وزيري الدفاع والخارجية، فيما لا تزال السلطات تبحث عن زعيم الانقلابيين غودفري نيامباري. الوضع متوتر للغاية، ما يدفع بالسكان إلى مغادرة البلاد، مثل هؤلاء اللاجئين الذين يشدون الرحال صوب تنزانيا. وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، أكثر من 100,000 بوروندي فروا إلى الدول المجاورة منذ بداية العنف. وفي فرنسا، مهرجان كان سينمائي متواصل أبرز ما ميز اليوم السادس للمهرجان والأفلام التي تم عرضها مع موفد فرانس 24 إلى كان. عثمان تزغرت. أخيرا عثرت الكروازات في عروض اليوم السادس من مهرجان كان السينمائي على فيلم جدير بأن يكون مشروع سعفة ذهبية من شأنها أن تحظى بالإجماع، وهو الفيلم النرويجي أقوى من القنابل لجواكيم ترير، ويروي قصة مصورة فوتوغرافية فرنسية تؤدي دورها النجمة إيزابيل يوبير، وتشتغل لحساب جريدة نيويورك تايمز كمراسلة حرب. ومن خلال هذه القصة يروي المعاناة النفسية أو الأمراض النفسية التي يتعرض لها مراسل الحروب بعد عودتهم من ميادين القتال بسبب ما يرونه من فظائع ومن مجازر. وفي قصة الفيلم تنتهي الأمور بهذه المصورة الفوتوغرافية رغم الشهرة التي تكتسبها إلى الانتحار بسبب ما رأته من مآسي، وتحديدا بسبب قصة طفل أفغاني صورت جنازته وقتل في غارة أمريكية وظل يؤرقها إلى أن أقدمت على الانتحار. وفي نفس هذا اليوم خارج المسابقة عرض الفيلم الفلسطيني ديغرادي للأخوين عرب وترازون ناصر، وهما ينافسان على جائزة الكاميرا الذهبية كونهما يقدمان هنا في كان عملهما السينمائي الروائي الأول. ومن خلال قصة صالون حلاقة في غزة يروي هذا الفيلم على سبيل التورية كل الحصار والمعاناة والحروب والعنف الذي يعاني منه سكان غزة، سواء كان عنفا ناجما عن الحروب الإسرائيلية أو عنفا يندرج ضمن الاقتتال الداخلي بين الفصائل الفلسطينية المختلفة. نبقى مع أخبار الفن والثقافة، حيث ينظم متحف متروبوليتان للفن في مدينة نيويورك معرضا تحت عنوان الصين من خلف الزجاج. معرض يقدم أعمالا فنية صينية امتزجت مع الموضة الغربية. راكان المعيطة. التقى الغرب مع الشرق في معرض نظم في صالات متحف متروبوليتان للفن في مدينة نيويورك الأمريكية. معرض يدور حول تأثير الفن والتصوير والثقافة الصينية على تصميم الموضة الغربية، ويلقي الضوء على تاريخ هذه العلاقة وتطورها على مدى مرور الزمن.
أعتقد أن حجم هذا المعرض متناسب تماما مع الفكرة الأساسية. الجميع ينظر إلى تاريخ تأثير الجماليات الصينية على الموضة الغربية التي تعود إلى حقبة الإمبراطورية الرومانية. قصتنا بدأت في منتصف القرن الثامن عشر. أتمنى أن يندهش الناس بمعرفة مدى تأثير الثقافة الصينية على الإبداع الغربي. 150 قطعة تضم أزياء رسمية وفساتين وإكسسوارات ل40 مصمماً. تطلب تصميم وصناعة هذه الأزياء أكثر من عامين. عرض يدور على مساحة تصل إلى 30,000 قدم مربع في عدة صالات من المتحف. بإمكان الزوار ملاحظة التأثير الصيني على تصاميم الأزياء الغربية ومدى الإلهام من هذه الثقافة الشرقية الذي تجسد في أساليب التطريز. نوع من التطريز يعود بنا إلى حقبة الإمبراطورية الصينية والثورة الثقافية في الصين. لقد سلطنا الضوء على تصميم الحديقة في أستور كورت التي تحولت إلى سطح للقمر. الترجمة الصينية لعنوان المعرض "الصين من خلف الزجاج" تعني انعكاس ضوء القمر على سطح الماء. لقد عكسنا صورة للقمر على لوح زجاجي يشبه الماء، وركزنا على مجموعة جان غاليانو لأزياء 2003 التي صممت لصالح دار أزياء كريستيان ديور. يضم المعرض تحفاً تاريخية كزي الإمبراطور التقليدي خلال مراسم تتويجه. كذلك نلاحظ فستاناً مصنوعاً من الخزف الصيني، أزياء تقليدية وقطع فنية وتحف تاريخية تعرض أمام الزوار لأول مرة في التاريخ على الأراضي الأمريكية. بتقرير ركان المعايطة نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.